أهلا وسهلا. كل ما العمر بيتقدم بيك وكل ما بتقرب كده من سن الأربعين وما بعد الأربعين بتكتشف إن أهم حاجة في الدنيا لا هي الفلوس ولا هي الشهرة ولا هي أي حاجة من الحاجات دي. بس هو في حاجة مهمة جدا تكون موجودة في حياتك، ألا وهي البالانس. كتب كتير جدا بتتألف في موضوع البالانس، وحاجات كتيرة بتتألف في موضوع ان انت ازاي تعرف تبالانس الحاجات في حياتك، وايه اللي ياخد وقت ايه، وايه اللي ممكن ياخد منك وقت اكتر، وايه اللي ممكن ياخد منك وقت اقل. تعالى كده نشوف هل الموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليه في القرآن ولا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ربنا علم القرآن المنهج، خلق الإنسان، إحنا علمه البيان، علمنا إزاي إن إحنا نتكلم ونتعلم. وبعد كده هناخد جولة بقى، خليكم معايا ما تزهقوش. هناخد جولة في الكون. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. شمس وقمر ونجم وشجر. والسماء رفعها، سما، ووضع الميزان. نبدأ بقى نخش في الجد هنا والشاهد اللي أنا عايز أقوله. والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان، بص بقى اللي جاي ده. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. 4 مرات ورا بعض. الميزان. ايه الموضوع؟ الموضوع ان انت هتكتشف ان كل حاجة في الدنيا بما فيها الدين محتاجة تكون موزونة. اي حاجه بتحس ان انت بتخبط فيها في الحيطه، واي حاجه بتحس ان انت بتديها زياده عن اللزوم او اقل من اللزوم، مش مظبوط. خدها قاعده كده. انت راجل بتشتغل 24 ساعه وطاحن نفسك في الشغل، اعرف ان ده غلط من غير تفاصيل، ده غلط. انت راجل وقتك كله مقضيه مع اصحابك بس، غلط. انت وقتك كله عبادة وما بتعملش حاجة غير العبادة، ايوه وانا عارف انا بقول ايه، غلط. الميزان. بص ربنا بيقول لك ايه، اسمع الآية تاني كده. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. طب معنى الكلام ده ايه؟ فكرة الايكو سيستمز اللي احنا بقالنا فترة عايشينها. وطبعا الايكو سيستمز هي المنظومات اللي من اولها لاخرها ربنا خلقها، كلها بتخدم على بعض وكلها بتسيرف بعض وموزونة. والموضوع ده ابتدى ينتقل للبيزنس، والبيزنس ايكو سيستمز اللي بتتالف من مكونات كتيره في البيزنس لايف والبيزنس سايكل بتاعت البيزنسز. الموضوع كله خلاصته فألا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هو ربنا خلق كل حاجة موزونة، وربنا خلق كل حاجة في محلها. احنا بقى دورنا مش ان احنا نخترع الميزان ولا حاجة خالص، هو كل حاجة موزونة. دورنا بس ان احنا ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. طب ايه الدليل ان كل حاجه موزونه؟ هو سيادتك وانا وحضرتك كده لما بنصحى الصبح، في حد فينا بيطلب من الشمس ان هي تطلع؟ عمرك فكرت في الموضوع ده؟ لانه موضوع في منتهى، يعني هو كل حاجه موزونه. هو كل حاجه موزونه. انت لما بتاكل اي حاجه، هو انت اللي بتقسم الحاجات دي بتروح في جسمك ازاي وجسمك بيستفيد منها ازاي. هو كل حاجه موزونه. لكن الحاجات اللي في اختيارنا وفي استطاعتنا وفي الكنترول بتاعنا، ربنا قال لنا بقى الحاجات دي انا بقول لك خلي بالك من الوزن بتاعها، عشان الوزن بتاعها عندك انت. الباقي كله، الجولة اللي احنا خدناها في اول سورة الرحمن دي، كله موزون. والسماء رفعها وايه ووضع الميزان. الميزان موضوع، لكن لما جه عند الحاجات بتاعتنا احنا بقى قال لك ايه، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. خلي بالك الحاجات اللي اندر يور كنترول انت محتاج توزنها. فهو انت لما يكون عندك المايند سيت ده، موضوع البالانس، الموضوع ده بيفرق جدا في الابروتش بتاعك في حياتك لحاجات كتيره، ان انت تابروتش الامور بالبالانس. وسبحان الله لما تيجي تلاقي ديننا بيتكلم على البالانس، ان 4 ايات بتتكلم على الوزن والميزان، ده في مطلع سوره الرحمن بس. وبعد كده حد يجي يتكلم على الاسلام ويقول لك اكستريميزم، تطرف. ده احنا بتوع الميزان، احنا دين الميزان، احنا الدين بتاع البالانس. يعني أتمنى تكون الفكرة وصلت. شكرا جزيلا ونراكم على خير.